السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها الهلالي من قناة مطبخ مها الهلالي. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك وينورني على قناتي ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل فيديو جديد. بصوا كده، انا على الطريق برا اللي هو الطريق العمومي بتاع الوكالة قدام زكي السماك. من برا الاستندات دي على الطريق من برا اهي، زي ما انتوا شايفين اهي، دي ب10 وب15 اهي. الاستندات دي ب15 اهي. اهي دي قدام صيدلية ابو العلا اهي. الفرشة دي قدام الصيدلية بتاعت سلطان ابو العلا. وهنا دي وانا ماشية كده فرش مكياج. بصوا كده وانا ماشية على الطريق اهو من برا كده اهو. بصوا وادي الكوبرا اهو. اهو في حاجات اهي ب10 اهي. الاستندات دي عليها صيفي ب10 اهو. يعني اعتبر برضك في ناس فرشة صيفي برضك، يعني لسه برضك تصفية الشتوي شغالة في الوكالة. والناس برضك في ناس فرشت صيفي. هنا كده وانا ماشية على الطريق اهو. اهو هنا ده بيبيع اي حاجة هنا ب5، اي حاجة هنا على الفرشة دي كده برضك. ده قدام الكوبري برضك على الطريق. هنا اي حاجة ب5 زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده اهو. الناس عمالة تنقي وتاخد. بصوا كان زحمة برضو اهي. بصوا الناس واخدة بالكميات اهو. بعد ما مشيت من عنده دي بلوفرات اهو. ستاند بلوفرات. البلوفر هنا معلقة عليه 55 الستاند ده اهو. بصوا هنا ده شتوي كله. الستاند ده شتوي، يعني اعتبر برضو بيصفوا الشتوي. بصوا البلوفر ده جميل ازاي اهو وطويل اهو. بص على جمال ده برضو. بص القمر ده. هنا اي حاجة على الستاند ب55 جنيه اهو بالشكل ده كده اهو. بصوا الستاند التاني ده اللي هو جنبيه اهو. برضو اي حاجة هنا على الستاند ب55. بصوا هو انا طلعت كام حاجة كده من الستاند ده حلوين. بصوا ده التونيك ده طويل. بصوا جماله وتقيل. بصوا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. بصوا البطيخي ده برضك حلو برضك اهو. هنا ده كله الستاند ده كله برضك شتوي اهو. برضك يعتبر بيصفوا الشتوي، لان ب55 بيقولوا الاسعار كانت اغلى من كده في الاول. اما بسأله قال لي انا كنت ببيع ب110، قال لي دلوقتي عشان انا بصفي الشتوي اللي عندي فحطت 55. وهنا دي فرشة شوزيهات وكاوتشات. هنا بيقول لي اي جزمة سيفتي ب180 جنيه اهي. اي جزمة سيفتي من على الفرشة دي ب180. والكاوتشات عنده الكاوتش بيبدأ من 120. يعني الكاوتشات كلها مش كلها تمن واحد. يعني في كاوتشات قال لي ب120 وفي ب160 وقال لي برضك في 180 كده. يعني قال لي تمن الكاوتشات كلها مش واحد. هي بس الجزم السيفتي اللي سعرها 180. الجزم السيفتي اللي على الفرشة دي بقى. وهنا الفرشة دي عندها ميك اب وعندها حاجات. دي قدام زكي السماك على طول اهي. بتقولي قلم الكحل عندها هنا بتقولي ب10. وسألتها على النضارات اللي هي موجودة، قالت لي اي نضارة من جيب 50 جنيه. قالت لي اي نضارة من النضارات دي الواحدة ب50 جنيه. وسألتها على قلم الروج، قالت لي قلم الروج ب25. وسألتها برضك على مسكرة، قالت لي المسكرة ب45 جنيه. وفي الفرشة دي في جديد وفي مستعمل. وهنا الفرشة دي تحت الكوبري قدام اللي هي بتاعت الميك اب اللي انا كنت بصور عندها دلوقتي. دي قدامها على طول الناحية التانية. دي يعتبر تحت الكوبري على طول. هنا بتبيع اي بولة ب15 جنيه والطبق المفلتح بتبيعه ب10.
وهنا بتبيع المعالق قالت لي ب3 ب10. في ناس قالت لها ال4 ب10 وخدتهم، وفي عندها المعلقة عاملة 7 جنيه، وفي المعلقة عاملة 5 جنيه. يعني اللي في ايد الاخت دي قالت لها المعلقة ب7 جنيه. هنا دي ب7. المكان ما هي بتقلب كده، هنا المعلقة دي ب7 جنيه. فالاخت دي قالت لها اخد الواحدة ب5، قالت لها اخد الاتنين ب10، مرضتش، قالت لها هي الواحدة ب7 جنيه ومش هنزل فيها. هنا الفرشة دي بتاعت الشنط، دي شنط فيها هنا براند على مصري، يعني مش كلها مستوردة. اهي الشنطة هنا عاملة 75 جنيه. وفي برضو شنط ظهر زي دي اللي قدامنا اهي، ودي اللي هي الشنطة اللي هي المدورة. ودي برضو اي شنطة هنا 75 جنيه. بصوا والله يعني معاها حبة شنط جمال جدا. بصوا، ودي فيها منها كذا لون، في الاسود وفي الكحلي على الفرشة وفي اللي هي البني اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي شنطة تانية اهي. وبصوا الشنطة دي برضو عجبتني قوي، جميلة، ودي مستوردة اهي. بصوا الحمرة بقى دي اهي. والشنطة الكشمير دي شنطة كاملة بحاجتها، الحزام بتاعها جوه الشنطة. يعني دي شنط ما فيهاش اي حاجة، شنط جديدة اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وفي شنط ظهر، مع شنط ظهر كذا لون اهو. بصوا اهو بالشكل ده كده الشنط اهو. بصوا دي اللي هي الكافيه. بصوا بعد ما فتحتها من جوه، بصوا الماتيريال بتاعها، بصوا التقفيل بتاعها. دي مستوردة، الشنطة دي مستوردة. هو كان معاه كميات ودول اللي اتفضلوا معاه. ده كده انا وهنا كده ده بيبيع هنا الياميش والمكسرات بتاعت شهر رمضان اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ده موجود في شارع بعد جراج الوكالة، ده رابع شارع بعد جراج الوكالة. بس انا ما صورتش الشارع بصراحة وانا داخلة، انا اتفاجئت بيه اما دخلت الشارع ولقيته بيبيع ياميش رمضان والمكسرات، فقلت ايه اصور ايه عنده. هو عنده ازايز اللي هي زيت الزيتون بيبيعها ب70 جنيه. وهنا عنده قراصية وعنده زبيب وعنده جوز الهند، عنده كل حاجة هنا اهو. الناس بتسأله على الكاجو ده، قال لهم الربع ب80 جنيه ولسه سخن. وعنده البندق واللوز وعين الجمل الربع قلب 70 جنيه، يعني الكيلو ب280 جنيه اهو. الحاجات دي عنده اهي زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده على الفرش اهو. اهو عنده تين مجفف برضو. بصوا الناس هنا بسم الله ما شاء الله كان عليه زحمة، والناس برضو عمالة تاخد برضو الله اكبر بالكميات اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. وعنده اللي هي الحاجات المقرمشات برضو اهو كده، برضو كان خلص في حاجات خلصت معاه اهو. ده بيقعد هناك يوم الحد كل اسبوع في الشارع اللي انا بقول لكم عليه، رابع شارع بعد جراج الوكالة اهو. بصوا المدام دي واخده حاجات اهو الله اكبر بسم الله ما شاء الله اهي اهو. هنا ده عين الجمل اللي بيحطوا ده الربع منه عامل 70 جنيه عين الجمل. وقال ممكن تشكلي الربع يعني عين جمل على لوز على بندق ممكن تشكليه